ممتدة في التوعية. نعم. شيخ الكريم شيخ عبد الله عمية، أبرز الشخصيات التي لنقل أثرت في حياتكم من هي؟ أول شخصية الشيخ ابن باز رحمه الله. هذا الشيخ الإمام التقي النقي شهد له القاصي والداني بالصلاح. كنا ندعي أننا نتعب في الحج، فإذا رأينا عمل الشيخ ومواصلة العمل والفتة وأنه لا ينام ولا يستريح يحقر أحدنا نفسه. فهو رحمه الله يعني ذو مواقف عظيمة. أذكر من مواقفه عليه رحمة الله أن سنة من السنوات اختلفت الرؤية عن ما هو في التقويم، والحجاج نعم، والحجاج تذاكرهم بموجب التقويم. معناته أن يوم 12 أصبح في الرؤية 11 التقويم، مما يلزم أن الحجاج يسافرون ويتركون المبيت ليلة 12 والرمي 12. كان عليه رحمة الله يقيم وليمة عشاء للدعاة ليلة 8 صبيحة التربية، يقيمها ويسأل عما جد من مشاكل الحج الجديدة. فكان السؤال من كل المنافذ ومن كل الدعاة على أن الحجاج الآن يقولون لا نستطيع أن نجلس لأن التذاكر غير قابل للتبديل، فإذا لم نسافر بنفس الموعد فاتتنا الطيارة ومتى نحجز أخرى ونحن أهل أشغال وأعمال ولا عندنا استعداد مشقة كبيرة. نعم، مشقة هائلة. اجتمع الله يغفر له ويرحمه وكان هذا هو السؤال الوحيد، فالتفت إلى الشيخ محمد رحمة الله عليه عثيمين والشيخ عبد العزيز الداود وجمع المشايخ، أحد عنده رأي، حتى أنه رحمه الله يسأل حتى طلبة العلم الصغار من تواضعه. فقالوا ما عندنا جواب، الجواب عندك. الله أكبر رحمة الله عليه. اشرأبت الأعناق للشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ينتظرون الجواب. نعم. فرفع رأسه فقال إنهم بحكم المحصر يذبحون ويسقط عنهم المبيت والرمي نهار 12. فكبرت الصالة ودعت له. الله أكبر.